الحكومه السعوديه والحكومه السوريه الجديده اللي الاثنين يعتبروا من اهم الاطراف في الشرق الاوسط الجديد اللي ترامب بيحاول يبنيه، الاثنين قلبوا على الحكومه المصريه وعلى مصر بشكل رسمي، مش بس على قد كلام على السوشيال ميديا. فبعد اذنك يا صديقي كمل معايا للاخر لان الفيديو ده مهم. اكتر من سنه ونص او سنتين يا صديقي والسعوديه مسرحه لجان الكترونيه خصوصا على منصه اكس علشان تهاجم في مصر والمصريين، تكلم المصريين عن قد ايه هم شعب فقير، عن قد ايه ان هم بياخدوا من السعوديه مساعدات وحسنات وصدقات اللي هي بالنسبه للامريكا يعني يكون اسمها استثمارات، بالنسبه لمصر يكون اسمها مساعدات. خلي بالك عشان الاسماء بتختلف يعني. اي تصرف مشين يحصل في السعوديه او في الحرم او في اي مكان يتركب عليه اصوات مصريه ويقول لك شوف المصريين بيعملوا ايه علشان يشحنوا المصريين بطاقه غضب كبيره تجاه الحكومه المصريه. لكن المصريين على منصه اكس ما سموش عليهم، وهم الاثنين نزلوا طحن في بعض، والحرب الكلاميه دي شغاله بقى لها اكتر من سنه ونص تقريبا، لحد ما الموضوع بدا يزيد وبدا يبقى في حسابات كبيره موثقه، الناس معروفين في السعوديه بتشارك في الحملات اللي زي دي، لحد ما بقى في رئيس تحرير سابق لجريده حكوميه في السعوديه ومقرب من محمد بن سلمان طلع ورد على واحده مصريه بشكل رسمي ومباشر على منصه اكس، والتويته لسه موجوده علشان يقول لها ان السنه الحاليه هي اخر سنه للنظام المصري قبل ان يتم اسقاطه، عشان بعدها بيومين تركي الشيخ اللي هو وزير في الحكومه السعوديه يطلع ويتريق على كامل الوزير اللي هو وزير في الحكومه المصريه. تركي الشيخ ده اللي عندنا فنانين ورياضيين واعلاميين بيسجدوا له من دون الله بسبب الفلوس اللي هو بيدفعها لهم، يعني مسؤولين رسميين في الحكومه المصريه حتى لو احنا كمصريين اختلفنا معاهم، الامر بيننا وبين بعض داخل الحدود المصريه، لكن للاسف في ناس مننا هم اللي جرأوا الناس دي علينا. المهم ايه ده بيحصل مع ان المفروض ان العلاقه بين مصر والسعوديه بقى لها سنين طويله كويسه. في الحقيقه صديقي هي ما كانتش كويسه، هي تبان كويسه من بره، لكن من جوه من ايامنا السعوديه طلبت من مصر ان بعد اذنك يا مصر تعالي حرب معانا الحوثيين اللي في اليمن لان هم بيشكلوا خطر وتهديد علينا كسعوديين يعني. قالت لهم والله يا جماعه انا بدعمكم ومعاكم وكل حاجه، بس انا مش هبعت جندي واحد من عندي على اليمن علشان يحارب ويموت هناك، انا اسف. انا عندي تحدياتي الخاصه، وان كنتوا انتوا دعمتوني بعد 30/6 في ان انتوا تلفوا العالم علشان تدعموا حكومتي الجديده تتخلصوا من حكومه الاخوان، فانتوا كنتوا بتعملوا كده لان حكومه الاخوان في الاساس بتشكل خطر عليكم، بس زيها زي ايران زيها زي الحوثيين. اللي بيننا وبين بعض ناس كتير من مصر بيشتغلوا في بلدك بس في نفس الوقت هم اللي موقفين لك بلدك على رجليها. لو انت مشيتهم بكره الصبح انا فعلا هواجه ازمه في ان انا اشغلهم بس انت كمان هتواجه ازمه في انك تشوف مين اللي هيحل محله. فهي خدوا هاتوا، خلينا محافظين على العلاقات الطيبه اللي بيننا وبين بعض على الاقل بشكل ظاهري. كمان ان محمد سلمان من يوم ما مسك وهو بيحلم انه يكون كبير المنطقه، ودي حاجه مش هتعرف تعملها في وجود دوله زي مصر، حتى لو مصر بتعيش فتره اقتصاديه من اسوء فتراتها والسعوديه بتعيش فتره اقتصاديه من احسن فتراتها، فالاقتصاد مش لوحده اللي بيقوم دوله قويه صاحبه سياده، بدليل اللي انا هقوله لك كمان شويه. ده بالنسبه للسعوديه. ايه وضع سوريا؟ مش هكلمك في فكره ان المفروض الدوله السوريه تكون ممتنه للشعب المصري والحكومه المصريه ان هي استضافت ملايين السوريين ومئات الالاف منهم وطنوا نفسهم بالفعل جوه مصر، لا اي حاجه من الكلام الكتير اللي احنا قلناه ده. انا يكفي ان انا اقول لك ان احمد الشرع الرئيس السوري الحالي اللي هو ابو محمد الجولاني سابقا ابوه وامه من السوريين اللي نزحوا لمصر ولجأوا اليها ولسه عايشين في مصر الى الان. يعني تخيل انا بكلمك في ايه، اتخيل ان فضل مصر والمصريين مش بس ان هم استقبلوا الشعب السوري في وقت الحرب اللي عندهم عز ما كانت اصلا الاوضاع الاقتصاديه في مصر مش احسن حاجه، لا ده انا بقول لك ان الرئيس نفسه ابوه وامه من الناس اللي لجأت لمصر، ومن بعد توليه الحكم بدا ان هو يحط سياسته انا يا جماعه هنبطح لاسرائيل وهنبطح لامريكا وهنبطح لدول الخليج اللي هي منبطحه بدورها كمان لاسرائيل وامريكا عشان امشي نفسي. انا لو حاربت اسرائيل دلوقتي ما حدش من الدول اللي حوالينا كلها يقول لي 3 كام، ما فلسطين هناك هيبقى يتم القضاء عليها والناس كلها بتشجب وتدين، فانا لو دخلت حرب هكون خسران. ما حدش يقدر يلومك على الطريقه اللي انت عايز تمشي بيها بلدك، لكن هل من المنطقي انك لما تدخل تحت جناح السعوديه تبعت وزير الخارجيه بتاعك علشان يقول احنا مش الدول اللي بعد ثورتها هتاخد مساعدات، احنا عايزين استثمارات، احنا مش بتوع مساعدات، عشان يلقح على مصر بنفس الكلام اللي اللجان السعوديه على اكس بتقول ان مصر بتاخد مساعدات وبتاخد صدقات والشعب فقير وما عندوش استعداد ان هو يستثمر، علشان بعد كده اللجان السعوديه نفسها تقول بصوا على سوريا بعد 4 سنين هتكون عامله ازاي، علشان تعرفوا يا مصريين مشكلتكم في ان حكومتكم الوحشه هي اللي بتسرقكم، ان الاستثمارات البسيطه اللي احنا هنديها لسوريا هتخليها واحده من اقوى دول خلال 3-4 سنين. طبعا الهدف من اللجان الالكترونيه دي من زمان هو تقليب الشعب المصري على الحكومه المصريه، وكل الدعوات اللي بتتقال دلوقتي ان خلاص ده اخر سنه للحكومه المصريه وبتاع، ما حدش عنده سعاده انه يعمل حاجه، يعني هو مش هيعملوا حاجه، لكن هم بيحاولوا يمهدوا لك ويقولوا لك يا شعب يا مصري احنا هنشحنك ضد الحكومه بتاعتك، وكمان احنا هنكلمك من منطلق ان احنا عارفين ان ده اخر سنه للنظام، فخلي بالك احنا عارفين حاجه انت مش عارفها، فاعمل ثوره بس واحنا هندعمك، اعمل قلق واعمل فوضى في البلد بس واحنا هندعمك، يعني ده اللي بيحصل يعني، بس والله بعينهم يعني الشعب المصري اعتقد انه بقى اوعى من كده بكتير حتى لو كان عايش في ظروف اقتصاديه صعبه. المهم يا صديقي بعد تولي احمد الشرع حكم سوريا اللي احنا عارفين ان هو راجل له خلفيه ارهابيه، ومصر من اكثر الدول اللي عانت من الارهاب في المنطقه، والدوله الوحيده اللي قدرت تنتصر على الارهاب على اراضيها، فما عندهاش استعداد ان هي تفتح الباب ثاني للحرب دي، قررت ان هي تمنع دخول اي سوري الى مصر الا يعني حالات بسيطه زي ايه سوري متجوز مصريه او سوريه متجوزه مصري او حد عياله بيدرسوا في مصر بقالهم كذا سنه ومعاهم اقامات، اللي هو يعني الناس اللي احنا عارفين ان ما لهمش غبار، حد جديد انت اديته جنسيه او حد انت بعته لمصر علشان خاطر يعني يعمل فتنه داخليه ولا يعمل حرب ولا جبهه ولا بتاع، احنا عارفين اللي ممكن يحصل، يعني شفنا السيناريو ده كتير قبل كده. بسبب القرار ده طلع قرار من يومين ويقول لك المعامله بالمثل، والشاحنات المصريه اللي رايحه كشاحنات تجاريه الى سوريا عشان تودي بضايع وتجيب بضايع والحاجات دي مش هتدخل الاراضي السوريه، هتفضي حمولاتها على الحدود تاخد وترجع على الحدود، التجاره هتتم على الحدود، والشاحنات دي مش هتدخل سوريا. يلا يا عم زي ما بيقولوا كده يعني ايه كل برغوت على قد دمه. المهم يا صديقي عايز اقول لك على حاجه، حاليا في سوريا خلال 48 ساعه بس وقع اكتر من 300 شخص بين الناس تبع الحكومه الحاليه وما بين الناس من الدروز. ليه؟ الدروز اللي في محافظه السويداء قبل كده طلعوا قالوا احنا مش تبع الحكومه دي والحكومه دي لا تمثلنا، دي حكومه ارهابيين واحنا مالناش دعوه بيهم واسرائيل هي اللي بتحمي، احنا كمان معانا سلاح وهندافع بيه عن نفسنا. من كام يوم بقى قرر جنود محمد وجيران ان هم يدخلوا على السويداء وينزلوا عليهم شويه زي ما حصل في الساحل، فقرر رجاله السويداء ان هم يرفعوا السلاح عليهم حصل بينهم اشتباكات، فقرر محمد وجيران ان هو يبعت الجيش السوري بعت دبابات على السويداء هناك عشان تشارك في الحرب ضد الشعب الدرزي، فاسرائيل اللي تعهدت بحمايه الدروز قامت ضربه له الدبابات دي من قبل ما تدخل. طلع جولان وقال دي ما كانتش ضربات مباشره، دي كانت بس هي ضربات تحذيريه خلاص واحنا تفهمنا الموضوع ده وسحبنا القوات بتاعتنا. طلع نتنياهو قال لا انا امرت بضرب الدبابات اللي دخلت على ارضك ووسط بلدك، انا ضربتك وبقول لك انا ضربتك ما كانتش تحذيريه ولا حاجه انت هتعمل فيها صاحبي. لهذا السبب جنود كتير راحوا هناك بقى من غير مدفعيه ومن غير دبابات ومن غير حاجه، وبداوا حرب حرفيا مع الدروز اللي هناك، اللي بيقدروا عليه منهم يصوروا فيديوهات هم بيحلقوا لهم شنبهم وبيحلقوا لهم دقنهم وبيقلعوهم هدومهم وبيغنوا وبيتريقوا عليهم وبيعملوا فيهم كل ما تتخيلوا من الاهانات اللي ممكن تتخيلها. في مقابل الدروز برضه بيضربوا فيهم، فحرفيا بيقعوا ناس من هنا ومن هنا وصلوا 300 خلال اقل من 48 ساعه. مقابل صديقي ترامب في الرحله اللي عملها في الشرق الاوسط اللي زار فيها الدول العربيه اللي هي قطر والامارات والسعوديه، قال لكل واحد فيهم انت امير وسيم وشكلك رياضي ومش عارف ايه وانت راجل محترم وشكلك مش عارف ايه وبتاع، وخد من كل واحد فيهم اللي يقدر عليه ورجع بلده قال للناس وقال للشعب في بلده الفلوس اللي احنا صرفناها على الحرب بتاعه اوكرانيا
اوكرانيا انا لميتها من الخليج في ساعه زمن، واحتجت ثاني اخليهم يدفعوا لي ثاني. فدي قيمه الدوله اللي بتقرر ان هي توطي وتطاطي لترامب. هي السعوديه اللي موجهه ابواقها الاعلاميه كلها ضد مصر عشان تقلب الشعب على الحكومه المصريه، ان ترامب وامريكا والنظام العالمي مش عايزين الحكومه المصريه اللي بتعارض مشروع الشرق الاوسط واللي وقفت لمخطط التهجير واللي وسوريا اللي بتحاول تشتري رضا امريكا واسرائيل. اديك شايف اللي بيحصل فيها، حرفيا بتتضرب في وسط اراضيها ومحدش فيهم بيقدر ان هو يفتح بقه. كلام ترامب دايما عن السعوديه والدول الخليجيه ان هم بالنسبه لهم مضخات فلوس مش اكتر، ولذلك هو بيوفر لهم الحمايه، بيحميهم بقى من ايران، بيحميهم من الحوثيين، بيحميهم من الليله دي كلها. يعني من الاخر مهما حاولت انك تشتري رضاهم، مهما حاولت انك تضغط بالامريكان او باسرائيل، انت هتفضل عريان في الاخر. وده اللي يخليك كمصري فخور بان الحكومات دي مش راضيه عنك وان هي بتحاول ان هي تقلبك على حكومتك، وده اللي يخليك كمصري فخور بوضع بلدك على الرغم من الازمات الاقتصاديه اللي هي بتعيشها، وده اللي يخليك كمصري متمسك مبادئك اللي انت بتحارب عليها واللي مخليه امريكا وترامب مش راضيين عنك، لانك يوم ما هتنخس ده مش هتقدر ترفع راسك تاني. مشروع الشرق الاوسط الجديد اهم هدفه ان مصر تفقد دورها القيادي في المنطقه. ليه؟ لان مصر واقفه زي اللقمه في الزور في كل قرار بيحاولوا ان هم ياخدوه. حرب يا مصر لا، عدل السفن بتاعتنا بلاش يا مصر لا، اقبال التهجير يا مصر لا، طب ادعمي يا مصر لا، طب اعملي يا مصر لا، طب ادفعي يا مصر لا، طب تعالى يا عم عبد الفتاح السيسي عشان نقعد معاك في البيت الابيض لا. غير كمان موضوع سد النهضه الاثيوبي بس هبقى اكلمك عنه في فيديو تاني عشان اتاخرت على الشغل. حاول تكون ملم بالاحداث وباللي بيحصل حواليك يا صديقي، وخلينا نشوف الايام اللي جايه لسه شايلنا ايه.